السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بفيديو جديد، يا رب يعجبكم. وان شاء الله يكون فيديو حلو على قلبكم كده. ماشي. اول حاجه هنبدا الاول نقول الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هنعمل الممبار، هعمل معاكم الممبار. بس انا بصراحه محضره الحاجه بتاعته، يعني الخلطة بتاعته. الممبار غسلاه ومنضفاه مخليه زي الفل، والصينية اللي هنحط فيها بعد ما نعبي، لان النور كان قاطع وانا بعمل التقلية معرفتش اصور. ماشي. وبعدين احنا كلنا ستات بيوت شاطرة، يعني اكيد اللي معايا كلهم ستات بيوت شاطرة وبيعرفوا يعملوا كل حاجة، احنا مش هنعلم حد يعني. بس اهي طريقة بقى هنعملها قدامكم وهوريكم التسوية بتاعته كمان بتبقى عاملة ازاي. الخلطة بتاعتنا هي تبقى عاملاها هي زي ما انتوا شايفين. الرز بالطماطم بالحاجة شكله تحفة اهوت اصلا. ومعانا الممبار غسلاه ومنضفاه مخليه زي الفل اهو. ماشي. هبدأ بقى ايه اعبي الممبار، وبعد كده هوريكم تسويته. وبرضك مش هعرف اوريهولكوا وانا بعبيه، فانا هوريهولكوا بعد ما اعبيه، وبعد كده هنشوفه وهو بيستوي. ماشي. خليكم معايا بقى. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت تعبية الممبار زي ما انتوا شايفين اهو. شوفوا عامل ازاي. وانت بقى بتعبي الممبار، خلاص ابتديت وخلصت خلطته وخلصت كل حاجة اهو، خلص خلاص اهو. هتيجي بقى ايه وانت بتعبيه نروح معلقين على مية تكون فيها ورق لورا، طماطم، بصل، حبهان، قرنفل، شوية توابل، شوية فلفل، والملح. اهم حاجة ملحك يبقى مظبوط. بصوا عاملة ازاي. وهي هتبتدي تغلي. خلاص ماشي. ده لازم لازم المية تكون سخنة علشان الممبار يلم. في ناس بتربط الحتت دي، لا انا ما بربطهاش، انا بسيبها كده. ولازم في تسوية الممبار لازم تكون في حاجة كبيرة. الممبار لما تيجي تسويه سويه في حاجة كبيرة علشان ياخد راحته في السوا. لو سويتيه في حاجة اصغر من حجمه اعرفي ان الممبار ده مش هيطلع معاكي حلو، ممكن يفرقع معاكي في المية كمان. فلازم نعمل ايه حاجة تكون نسويه في حلة كبيرة. ماشي. انا دلوقتي خلاص اهيت المية، هبتدي بقى ايه هنحط واحد واحد زي ما انتوا شايفين كده. وبحب اعمل الممبار متقطع كده، ما بحبش اعبيه مرة واحدة كده، لا زي ما انتوا شايفين اهوت. هتحطي بقى ايه الممبار بتاعك كله وتوزعيه في الحلة زي ما انتوا شايفين اهو. اهو بصوا شكل التوابل في المية عاملة ازاي. البقليل اللي بتطلع ديت بقى بدليل على ان الممبار بيمسك نفسه، بيلم معاكي، والفتحات بتاعته بتلم زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين بيبقلل ازاي. ده كده خلاص الممبار بتاعك هيبقى ناجح ان شاء الله، وهيكون ايه قفل من جوه اهو. هنوزع بقى الممبار بتاعنا كله. ماشي. انا هحط الممبار وهوريكم بقى بعد ما يستوي واحنا بنحمره بقى هنبقى مع بعض. تعالوا اوريكم شكله وهو في الحله لسه، وهوريكم هو قفل ازاي. بصوا المنظر، بصوا قفل ازاي وبقى عامل ازاي، وشكله بقى جميل ازاي. هنسيبه بقى، وكل فتره كده بخش قلبيه، لازم تقلبيه كده علشان يفك من بعضه اهو. مفيش اسهل من تسويه الممبار بصراحه، بيبقى تسويته جميله وتعبيته برضك بتبقى سهله مش صعبه. خلاص كده اهوت هنسيبه بقى يستوي. هو بياخد تسويه الرز، يعني انت شوفي انت بتسوي الرز بقد ايه، في ربع ساعه في نص ساعه، زي ما بتسوي الرز بالظبط. وهتطلعيه
نروح محمرينه. هوريكم هنحمره ازاي. بحمره بطريقه حلوه وسهله. وفيها ايه، بحط مع الزيت شويه حته سمنه او زبده، بتخلي الممبار طعمه خرافه بصراحه، بيبقى جميل. فده مش وقته، اما نيجي نطلعه ونحمره مع بعض هوريكم عامل ازاي. بصوا طب عامل ازاي. هرجع لكم بقى واحنا بنحمره. بصوا رجعت لكم تاني بعد ما خلصت وطلعته من الحله اهوت، حله السلق، وده منظره. خلاص حطيته بقى في الزيت هنا اهوت بحمره. شوفوا بقى منظره وهو بيتحمر. حطوا بقى في الزيت وانتوا بتحمروا حته سمنه، اللي هي سمنه روابي، او سمنه لو عندك سمنه فلاحي سايحه تبقى احسن واحسن، هتديكي احسن طعم. ماشي. خلاص كده الممبار بتاعنا خلص، وبالهنا والشفا. وخلاص هو التحمير وخلاص، سهل خالص وبسيط. وبكده انا خلصت احلى طبق ممبار. بصوا منظره عامل ازاي. بصوا الشكل تحفه. شفت الصغنن ده، بالهنا والشفا، شكله تحفه. لسه بنحمر اهو، وده اهو. ايه رايكم بقى؟